هوشنيك أوسي، هو كاتب وصحفي كردي سوري مختص بالشؤون الكردية والتركية، ينشر في صحف ومجلات ومواقع إلكترونية عربية وكردية عديدة، عامل محررا للأخبار ومعدا للبرامج في قناة ORG-TV الكردية، وكذلك محررا لمجلة سورغل الكردية المعنية بالبحث والتحليل والتوثيق، وفاز بجائزة قطارة للرواية العربية في دورتها الثالثة عام 2017. الأستاذ هوشنيك سوف يتحدث في موضوع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، الهوية والدور وحجم التأثير في مآلات الأزمة السورية. أستاذ هوشنيك، ربع ساعة ثم نفتح النقاش. مساء الخير. أود أن أشكر المشاركين في هالجلسة وفي الجلسات السابقة، وأعتقد أنه ملتقى حواري أو ندوة من هذا القبيل أقله كان ينبغي أن تعقد قبل 4 سنوات لكي لا نصل إلى ما وصلنا إليه. ومجمل النقاشات والأوراق التي قدمت لن تغير في الأمر شيئا بتقديري، إلا أنه ستوثق فقط المواقف والأفكار والآراء التي طرحت هنا. الموضوع الذي سأتناوله أعتقد أنه على درجة من الأهمية، بحيث أنه المركز العربي للدراسات خصص وقتا معينا لطرحه ضمن هذه الندوة، وهو حزب الاتحاد الديمقراطي. بتقديري نحن كسوريين محكومين بأن ننظر لبعضنا ونتحدث مع بعضنا بمعزل عن الآراء المسبقة، أو يعني نضع نظرات الآخرين أثناء التواصل مع بعض والاستماع إلى بعض. السوريون ليسوا مجبرين أن يتعاملوا مع الملف الكردي بشكل عام وحزب الاتحاد الديمقراطي بشكل خاص وفق المنظور التركي، لأنه الحلول التي تطرحها تركيا للمسألة الكردية في تركيا السوريين ليسوا ملزمين بها. بحسب قراءتي ومتابعتي، المعارضة السورية أو الطيف المعارض أو المعارضات السورية كانت بشكل أو بآخر تحت تأثير الموروث البعثي في تعريف المسألة الكردية داخل سوريا، وفيما بعد أتى التأثير التركي أيضا، وباتت الرؤية شوي معقدة ومركبة ومشوشة. سأحاول في هذه الورقة، أو حاولت في هذه الورقة، أن أعطي صورة موضوعية ومتوازنة لهذا التيار السياسي الذي يؤثر بشكل فاعل في الحالة الكردية داخل سوريا بشكل خاص والحالة السورية بشكل عام. وسأتوخى الإيجاز والاختصار لأنه الدراسة شوي طويلة بصراحة. منذ اندلاع الثورة السورية على النظام السوري وانزلاقها نحو العسكرة والاحتراب الداخلي تحت تأثير وضغط آلة نظام الأسد العسكرية، وبدء المجتمع الدولي مناقشة إيجاد حلول سلمية للأزمة السورية، برز اسم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي كأحد التعقيدات والعوائق التي تعترض التحضيرات لمؤتمرات المعارضة وجولات المفاوضات بين النظام ومعارضته لأسباب عدة. فالحزب ينظر إلى نفسه معارضا لنظام الأسد، ومن حقه المشاركة في مؤتمرات الحل على مقاعد المعارضة، لأنه الحزب بيشوف أنه بفترة 2002 أو 2003 بعد تأسيسه ولغاية 2010 كان ملاحق من النظام السوري بموجب تطبيقات اتفاقية أضنا والتفاهم الاستراتيجي ما بين تركيا ونظام الأسد وقت ذاك. وكان عدد معتقليه بحسب التقديرات التركية، أي نشرتها الصحافة التركية، وقتها وصل إلى من 1400 إلى 1600 شخص في سجون الأسد. وأعتقد أن هذا الرقم وقت ذاك كان يتجاوز عدد معتقلي الإخوان المسلمين في سجون نظام الأسد في تلك السنوات، سنوات العسل ما بين
أنقرة ونظام الأسد. فالحزب بيشوف حاله أنه معارض للنظام السوري نتيجة ما عاناه في تلك السنوات. والحزب أيضا يستند إلى مبرر آخر، أنه هو بالضرورة إشراكه في المؤتمرات المناقشات الوضع السوري على مقاعد المعارضة، أنه يسيطر على مناطق واسعة من الأراضي السورية. وهذا يعني هيك بيشوف الحزب أنه من حقه أنه يشارك بجولات، وأن لا يتم تجاهله وأقصاؤه وكذا، وأنه وجوده على مقاعد المعارضة غير خاضع للأجندة التركية حسب رأي الحزب، أنه المعارضة السورية خاضعة للأجندة التركية، بينما هو يعتبر حاله في معزل عن هذه الأجندة. بينما المعارضة بتشوف أنه هذا الحزب حليف للنظام السوري، والمناطق اللي بيسيطر عليها هي بتكليف من النظام السوري، ويعني في ما يشبه الاستلام والتسليم، وفي تنسيق مشترك ما بين الطرفين. هذا من جهة. يعني النظام السوري في فترة من الفترات كان بيشوف هذا الحزب حليف. الآن في مغازلة لتركيا ولإيران، يعني صار يتهم هذا الحزب بالانفصالية، النظام نفسه يتهموا بالانفصالية وبالإرهابيين وكذا. وهذا يعني صدر أكثر من تصريح من بشار الأسد ومسؤولين سوريين وإعلاميين وصحفيين موازين للنظام السوري، صاروا يحكوا هيك حكي تغزلا بالأتراك، أنه نحن لم تتغير، نحن ما زلنا على عهد أضنا واتفاقية أضنا. الأتراك بيشوفوا هذا الحزب أنه هو فرع لحزب العمال الكردستاني، وهو حزب انفصالي وحزب معادي لتركيا وما إلى ذلك. بصراحة الحزب بيشوف حاله وكأنه جزء من المعارضة التركية أكثر ما أنه جزء من المعارضة السورية، وهذا ينعكس في أدائه السياسي والإعلامي وتفاعله مع المسألة السورية. الروس بين مزدوجين لفترة من الفترات شافوا أن هذا الحزب حليف، واستخدموا هذه العلاقات مع الحزب، حزب PYD، حزب البيادة، حزب الاتحاد الديمقراطي، وتخلوا عنه بموضوع عفرين. يعني الاثنين تخلوا، الأمريكيين والروس تخلوا عن هذا الحزب. الأمريكيين تعاملوا مع هذا الحزب على أنه حليف لهم وجزء من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي. فأي من هذه القراءات هي الأقرب إلى الصواب بما ينسجم مع أداء وهوية وانتماء ومزاج وطموحات ومشاريع هذا الحزب. هذا هو موضوع الورقة اللي تتضمن يعني تفاصيل ومعلومات غزيرة وموثقة. أعتقد أنه ينبغي الاطلاع عليها لكي نبتعد قليلا عن السياقات والتعريفات يعني التي من شأنها تسطيح الموضوع أو استسهال الموضوع، لكي نفهم ما هو هذا الحزب، ما هذا التكوين، ونتعامل معه. لأنه لا يمكن إلى أبد الآبدين التعامل مع هذا التيار وفق السردية التركية أو وفق المنظور التركي ووفق المصالح التركية. كسوريين ينبغي أن ننفتح على بعض، يعني طالما يعني في فترات الأزمة هنالك هامش للتواصل وللفهم. سأبدأ يعني باختصار شديد يعني المقدمة والمحاور الرئيسية للبحث أو للدراسة، وسأصل إلى الخلاصة، لأنه الخلاصة يعني هي تكثيف لبعض المقترحات ولبعض الأفكار اللي بشوفها أنا مناسبة يعني كسوري في التعامل مع هذا. يعني مش بس تنظير، مش بس وفق معايير ومقاييس أستاذ الجامعة يعني اللي بيحط الحالة التنظيرية بدون آليات تطبيقية لكيف نتعامل، يعني كيف ينبغي التعامل مع هذه الظاهرة اللي صارت متجذرة في الوضع السوري. المرحلة التأسيسية لهذا الحزب أيضا يحيل نفسه إلى فترة تواجد حزب العمال الكردستاني في سوريا، ورغم أنه الحزب ينفي
أنه هو امتداد وهو فرع، لكن النظام الداخلي للحزب والأداء السياسي والإعلامي للحزب يعني يقطع الشك باليقين بهذا الخصوص. هذا من جهة. من جهة أخرى المرحلة التأسيسية يعني أو التمهيدية أو الجنينية لحزب العمال الكردستاني في سوريا يعني بدأت من 79 بعد إعلان الحزب في 78. عبد الله أوجلان مع مجموعة صغيرة اللي كانت تنشط ضمن الفصائل الفلسطينية أثناء حزب العمال الكردستاني. المؤسسين له بعض العناصر كانوا ضمن الجبهة الشعبية مثل كمال بير، كان ضمن الفصائل الفلسطينية وصار من المؤسسي حزب العمال الكردستاني. عبد الله أوجلان استفاد من علاقة هالعناصر اللي كانت ضمن المناخ أو الجو الفلسطيني المسلح، وأتى إلى لبنان وعمل شوية علاقات مع الفصائل الفلسطينية بخاصة نايف حمواتمي وجورج حبش، وسار يدرب العناصر حزبه ضمن الفصائل الفلسطينية، وسقط منهم بالاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان ما يقارب 10 أشخاص، وأسر بحدود 15 إلى 20 شخص، وجرحى أيضا في النبطية وفي قلعة شقيف. وقت ذاك لم يكن هنالك علاقة مع النظام السوري. متى بدأ بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان وإبداء الحزب موقف شديد الشراسة في القتال للاجتياح الإسرائيلي، بدأ النظام السوري ينتبه إلى القدرة القتالية أو هالظاهرة الغريبة ضمن الفصائل الفلسطينية اللي هي اسمها حزب العمال الكردستاني. دعم هذا الموقف الاتحاد الوطني الكردستاني، هو أيضا ساهم في تعزيز أو في تأسيس العلاقة بين حزب العمال الكردستاني والنظام السوري ب 82. حزب العمال الكردستاني بلش يأسس للتنظيم والجماهيري ضمن أكراد سوريا في 83، ويعني لأنه كان عم يمهد للكفاح المسلح ضد تركيا في 84. في المؤتمر الثاني للحزب، المؤتمر التأسيسي كان في 78، المؤتمر الثاني كان في 82، اتخذ قرار الكفاح المسلح ضد تركيا، وكان بحاجة إلى مقاتلين وإلى بيئة حاضنة وإلى مجال لوجستي ضمن الأراضي السورية، فبلش ينشر كوادره ويتواصل مع الأحزاب الكردية، وتواصل مع اليسار الكردي، كان وقت الدكتور عبد الباسط جزء من تيار اليسار الكردي، وتواصل مع أحزاب واستقطب عشرات الكوادر من الأحزاب الكردية، وتم تجنيدهم ضمن الحزب. أثناء إعلان الكفاح المسلح ضد تركيا بال84 كان هنالك يعني عدد قليل جدا من العناصر السورية ضمن تنظيم حزب العمال الكردستاني. في فترة التسعينات وصل الحزب إلى مرحلة الانفجار الجماهيري بين الأكراد السوريين. طبعا النظام السوري أعطى مجال واسع لهذا الحزب لينشط ضمن الكرد السوريين، وتبقى يعني الأكراد السوريين أنظارهم لا تتجه إلى قضيتهم الداخلية القضية الكردية في سوريا، وتكون أنظارهم متجهة إلى ما بعد الحدود، إلى تركيا، الوطن الأساسي، الوطن المركزي، القضية المركزية. ومن هذا الكلام والفعل يعني الممارسة الفعلية، الممارسة العملية، حزب العمال الكردستاني استطاع أن يجند وعشرات الآلاف من الكوادر القتالية. هؤلاء المقاتلين والمقاتلات لهم عوائل، تلقائيا وأوتوماتيكيا أصبحوا البيئة أو الأرضية أو القاعدة الجماهيرية اللي يستند عليها حاليا حزب الاتحاد الديمقراطي. بعد اعتقال أوجلان، الضغوط التركية على بفترة الحكومات العلمانية، كان هنالك دائما مطالبات تركية لنظام حافظ الأسد أن يكف دعمه وأن يتوقف عن دعم حزب العمال الكردستاني. نجح تركيا على زمن حكومة سليمان ديميريل وتركت أوزال بإغلاق معسكرات الحزب في سهل البقاق عام 1992. لكن نظام الأسد شو سوى؟ فتح له معسكرات داخل سوريا، يعني المعسكرات الحزب في دمشق، في صحنايا، وفي شبعة، وفي منطقة النشابية في ريف دمشق،
أتت بعد إغلاق معسكرات الحزب في البقاع، معسكرات الحزب في البقاع اللبناني، وصارت دمشق وحلب يعني مجال قوي جدا للطبابة والتدريب العسكري والتوجيه السياسي بشكل كبير. يعني وقتها النظام السوري كان مبسوط من هالحالة. وجود هذا الحزب وتمدد هذا الحزب ضمن الكتلة الكردية في سوريا كان يشغل الجماهير الكردية بشأن خارجي، بموضوع خارجي، ويظهر النظام السوري على أنه صديق للشعب الكردي، وعلى أنه دعم الاتحاد الوطني الكردستاني، ودعم الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، ودعم أوجلان وحزب العمال الكردستاني. يعني محاولة تبييض وتنصيع النظام السوري في الوعي الكردي الموالي وحتى البعض، يعني أنا كنت جزء من هذه الحالة، يعني عم بحكي عن تجربة، يعني أنه لا النظام السوري سيء وسلبي، لكن الصراع معه لاحقا، يعني العلاقة معه علاقة تكتيكية مش علاقة استراتيجية. هكذا كان يقال لنا وكنا نصدق يعني الموضوع، لكن اتضح فيما بعد أنه ليس ذلك. عندما اشتدت الضغوطات على النظام السوري في 98 أبرمت تركيا مع نظام الأسد اتفاقية أضنا، واتفاقية أضنا كان حسني مبارك هو الوسيط، واتفاقية أضنا الأمنية والخطيرة يعني من إفرازاتها كان خروج أوجلان. الآن يعني بعض المعارضين يستندون في موضوع احتلال عفرين أنه اتفاقية أضنا. طيب اتفاقية أضنا إذا أنت بتستند عليها فهي تابعة للنظام السوري، وهذه الاتفاقية اللي بتستند عليها أو بعض المعارضين بيستندوا عليها لتبرير الوضع في عفرين، هي أيضا تبرر النظام السوري الدخول في تركيا واصطياد معارضين سوريين واغتيال معارضين سوريين، لأنه في بنود مشتركة بين الطرفين. عموما يعني بعد اعتقال أوجلان هيئة الأركان التركية والحكومة والاستخبارات شكلوا وفد وراحوا لعند أوجلان نحل القضية داخليا، وأوجلان أبدى استعداده لحل القضية داخل تركيا، ووافق على متن الطائرة أنا مستعد أن أخدم تركيا، قالها حرفيا يعني أوجلان. وأراد أوجلان تفكيك منظمة حزب العمال الكردستاني تفكيك معقد، أرادوا تحويله إلى أحزاب، حزب في العراق، حزب في إيران، وحزب في سوريا. بدأ الحزب في المرحلة التأسيسية ب 2001. النظام رفض وجود أي حزب، والنظام دخل في تفاهمات وتطبيقات عملية اتفاقية أضنا، وقمع واعتقل عشرات القيادات حزب العمال الكردستاني وسلم لتركيا. البي واي دي تأسس في 2003 وكان خطابه معارض، وأنا كنت ضمن الإعلام التابع له ب 2010 بداية الثورة. فعلا كان إعلام مؤيد للثورة، وكثيرين شاركوا في البرامج الفدائية وقت ذاك، لكن تغير الموقف فيما بعد الثورة السورية، وصار ينحاز إلى النظام وصار يشيطن الثورة. ونفس مقولات الأدونيسية، لماذا من المساجد، لماذا الشعارات الإسلامية، ربما يعني كان فيها نوع من المعقولية تلك التبريرات، لكن بتقديري الشخصي أنه كانت كلمة حق يراد بها باطل. الآن الحزب يعني موجود جماهيريا، صحيح سقط عسكريا في عفرين، لكن موجود جماهيريا، ولا مناص إلا يعني من التواصل معه. حجم الاهتمام المعارضة والأمريكيين والأوروبيين بهذا الحزب، وحجم حتى الاهتمام التركي، يعني ينبغي للمعارضة أيضا أن تأخذ هذا على محمل الجد، وتحاول أن تجد منافذ أو قنوات اتصال أو تواصل أو حوار مع التكوين السياسي. هو يعني يقال أنه حزب غير وطني وحزب له امتدادات خارجية، يعني كل التيارات في الحالة السياسية لها امتداد. يعني الشيوعيين كان ولاؤهم
الاتحاد السوفيتي، جماعة الإخوان المسلمين ولا هون للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، البعثيين ما كانوا بيعترفوا بالحدود السورية، القوميين الاجتماعيين نفس الشيء، المجلس الوطني الكردي نفس الحالة. فكل الحالة السياسية السورية كان لها يعني رؤى وراء يعني ما بعد الحدود السورية، ومن ضمنهم هذا تفصيل الحزب الاتحاد الديمقراطي، تفصيل بسيط يعني مارس العنف، نعم مارس العنف، مارس الإرهاب، نعم مارس الإرهاب، لكن فصائل أخرى أيضا يعني فصائل إسلامية مارس الإرهاب ضد الثوار ضد المدنيين، يعني من اختطف رزان زيتونة ومعارضين مدنيين سلميين اشتغلوا في حقل الإغاثة، كانوا يتفاوضوا باسم السوريين مع النظام السوري. يعني الكل متخبط والكل متورط، لكن ينبغي في المحصلة يعني في فترات الأزمات الداخلية والحروب الداخلية أو الاحتراب الداخلي لا مناص إلا من إيجاد حل. الموضوع الحسم العسكري أو البتر أو الاجتثاث على الصعيد العسكري وعلى الصعيد باعتقادي حل فاشل، أثبت فشله في تركيا وأثبت فشله في العراق، ويعني حتى الآن هو حل فاشل حتى على المستوى السوري. الدراسة طويلة ومن خلال أسئلة يمكن الإجابة على بعض الاستفسارات الأخرى، ولمن يعود إلى التفاصيل والموضوعات والوثائق الموجودة في الدراسة في يعني ستكون في المتناول. وشكرا وأسف على الإطالة. شكرا جزيلا أستاذ هوشنك على هذه المداخلة القيمة وغزيرة بالمعلومات. نفتح المجال للأسئلة، وأتمنى أن تكون باختصار لأن الوقت يداهمنا، يعني لدينا ربع ساعة فقط حتى نذهب للاستراحة. سنقسم الأسئلة على طريقة كرة القدم 4-4-2 عشان كله ياخد حقه، يعني نبدأ 2 من قدام و2 من ورا. اتفضل حضرتك. في سؤال للأستاذ هوشنك، هو بيقول إنه حزب العمال حزب الاتحاد الديمقراطي تأسس بال2003، لكن جاء التأسيس على خلفية قرار أوجلان بتفكيك البكك إلى تركيبات، تركيبة سورية، تركيبة عراقية، تركيبة تركية. أثناء من 2011 إلى اليوم في تيار كردي كبير داخل الثورة السورية ينظر لهذا الحزب على أنه لا علاقة له بالقضية الكردية، ويرى القضية الكردية في سوريا خارج مسار الثورة السورية. سؤال هون، قد ايه هذا الحزب اللي هو حزب الاتحاد الديمقراطي اليوم قراره مستقل داخل سوريا، لا يتلقى أي توجيهات من قيادة البكك في جبال قنديل، وقد ايه هو وفي فعلا للمشروع الديمقراطي الوطني السوري للأكراد جزء منه؟ شكرا جزيلا. أستاذ خالد تفضل. كمان على تعقيبي على الموضوع الكردي، كمان كتجربة، نحن بداية الثورة في اجتماع القاهرة صار في أكثر من لقاء مع الأستاذ صالح مسلم، حتى في تركيا التقينا معه أكثر من مرة، وفي القاهرة. المسألة الكردية حساسة بالطبع، بس صار هناك تقاربات وتفاهمات مع المجلس الوطني الكردي، وفي كل لقاء مع صالح مسلم لم نخرج بنتيجة بدون قرار، رغم ما كان يقال لنا أنه هناك مشتركات وهذه المشتركات لم تتحول إلى ترجمة عملية للاصطفاف مع الثورة. هناك شبهات في بداية الثورة، كان هناك اعتقال وقتل للمعارضين الأكراد، ومجزرة عامودة كنا شاهدين عليها، كانت ثورة ضد النظام تم فتح النار على نشطاء أكراد، وهذه بداية الثورة. فممكن يكون الحزب هو يعتبر نفسه معارض، لكن لا أعتقد أبدا أنه كان يعتقد نفسه في صف الثورة. هناك كانت تصريحات للسيد صالح مسلم تفند من قبل الYPG، فأعتقد أن من خلال التجربة أن القرار
في البيدي نفسه هو كان قرار عسكري وليس سياسي. عندما السيد صالح مسلم كان يخرج بتصريح كان يفند من قبل قيادات اليي بي جي نفسها. فهذه الحالة بحد ذاتها هل هي سياسية أم عسكرية؟ ما ظهر إلى الآن أنها أقرب إلى حالة عسكرية وليست سياسية، باعتبار أنه جناح سياسي وجناح عسكري، ولكن حتى الجناح السياسي المسيطر عليه هو الجناح العسكري. آخر نقطة، فعلا ما الذي عزز ارتباط البي في البي كي كي هي البي دي نفسها، لأنه بعد أن مسيرة الحل في تركيا بين الحكومة التركية والبي كي كي آلت إلى الفشل، غير البي دي مساره واتجه إلى يعني تبنى نفس خطاب البي كي كي. فهناك البي دي عزز الانطباع أن لا يختلف عن البي كي. شكرا أستاذ خالد. الأستاذ حمزة ثم الأستاذ هنا، تفضل. شكرا جزيلا. أنا بعتقد أن الورقة حول حزب البي دي هي اللي راح تصير كل التساؤلات، بس أنا بعتقد أنه وهذا رأي شخصي طبعا، من المهم في ظل الحال الذي وصلت إليه الثورة السورية والمعارضة بشكل كامل أن نفكر يعني خارج تجربة السنوات السبعة الماضية. هلأ تقديري في ظل الخرائط التي ترسم في سوريا والتي تتغير باستمرار، وهي خرائط جميعها أصبحت تابعة للدول، يعني تقريبا نحن إذا خسرنا القلمون الشرقي وحمص تكون المعارضة السورية قد خسرت آخر مواقعها. المناطق التي توجد فيها قوات المعارضة السورية أصبحت تابعة للدول. هلأ مشروع حياة الثورة السورية أو المعارضة السورية لن تكون يعني على المدى الطويل كمشروع عسكري، ولا أقصد لا مشروع ديمقراطي ولا مشروع سياسي. كمشروع عسكري لا يمكن أن تكون إلا بوصل الأخضر مع الأصفر، وهذا بشكل أو بآخر يعني هو خيار غير شعبي، خيار صعب المنال، لكن في ظل حالة اليأس التي تعيشها الثورة بشكل عام لا يوجد بشكل أو بآخر إمكانية لبناء مشروع في مواجهة النظام وروسيا وإيران إلا من خلال التواصل الجغرافي بين المناطق التي يسيطر عليها ما يعرف بالأخضر أو الجيش السوري الحر والأصفر. لا شك يعني أن حزب الاتحاد الديمقراطي سوف يدرك تجربة عفرين جيدا، يجب أن يدرك تجربة عفرين جيدا وما حصل في عفرين، ويجب أيضا أن يرى ما حصل في تجربة كردستان العراق وكيف ساهمت المبالغات الكردية في إعادة ما تحقق أو ما اكتسبه الكرد على مدار 20 سنة إلى الوراء. بنفس الفترة يعني نحن الآن كمان يجب على المعارضة السورية والقوى الوطنية السورية والباحثين السوريين أن يجيبوا على سؤال تتعلق بماذا تريد تركيا؟ بماذا تريد تركيا؟ لماذا مثلا على سبيل المثال لماذا توقفت عملية درع الفرات عند عفرين ولم تأتي إلى تل رفعت؟ ما يهمنا كمناطق يعني خلافنا العسكري مع بيدي كان بسبب أنه اجتياح المناطق العربية بشكل هو وطرد الناس منها بشكل أو بآخر. شكرا حمزة، شكرا جزيلا. نتمنى على المتحدثين أولا تعريف أنفسهم ثم الاختصار عشان نعطي مساحة لجميع الذين يرفعون أيديهم. الأستاذ تفضل. الدكتور محمود حمزة. وانا قصدت الاستاذ في الخلف، معلش. العفو. يعني حاجه حضرتك ما دكتور حود، معلش احنا يعني خدنا الصف الاول ثم الصف الذي يليه. عفوا. طيب، انا انس ازرق مدير تلفزيون سوريا. بدي أعقب حقيقة على مداخلة الأستاذ معتز، وهي المداخلة أو التعقيب مشترك بيني وبين شريكي في الجلسة الأستاذ محمد ياسين النجار. ويمكن ما بعرف إذا هي الملاحظات يعني اللي بدي أغطيها سببها أنه الأستاذ معتز ما قرأ كل الورقة، ممكن يكون مغطاة في الورقة. العلاقة بين المشايخ والنظام اختصر الأستاذ معتز بالعلاقة بين ومعارض للنظام بنفس الوقت، عسكريا لعب ضد كل الأطراف كما يقال بندقية للإيجار. الآن يلعب منفردا تحت الرعاية الأمريكية في مناطق النفوذ التي يسيطر عليها.
السؤال: في حال قررت الإدارة الأمريكية الانسحاب فعليا من سوريا، ما هو موقف الحزب؟ شكرا. شكرا جزيلا. الأستاذ سلام. شكرا. سلام كواكبي. الأسئلة سريعة لهوشانك، صديقي هوشانك. استقبل إيمانويل ماكرون منذ عدة أيام وفدا سماه وفد المعارضة السورية، وهو كان يمثل قسد. فهذا مثال على النجاح السياسي والتواصلي لهذه المجموعة التي تلعب سياسة منذ اليوم الأول لبدء الثورة السورية، والتي نتهمها بالارتزاق، مع أنه أنا أتوقف عند هذه الكلمة وليس دفاعا عنها، ولست محامي الشيطان. من لم يرتزق في هذه الثورة؟ من لم يكن مرتزقا في لحظة من لحظات هذه الثورة؟ للأسف الشديد، وهذه أحد أسباب دمارها. هل المجلس الوطني، سؤال هوشانك، المجلس الوطني الكردي من خلال لقاءات متعددة وشارك معنا الدكتور عبد الباسط، هو أكثر قربا إلى الانفصالية بمعناها التخويني أو معناها الاتهامي منه من البي واي دي؟ هذا ما شعرنا من في الحديث. يعني عندما تتحدث مع المجلس الوطني الكردي الذي هو عضو في الائتلاف، هناك حديث عن نوع من الانفصال أو نوع من الحكم الذاتي بمعناه الصريح، أكثر من وجود هذا الشيء في خطاب البي واي دي. النقطة الثالثة: لماذا برأيك لم تنجح المعارضة السورية بفتح قنوات حوار، رغم الدكتور خالد حكى أنه في البداية جرى الحديث مع صالح مسلم، ولكن أنا كل الخطاب المعارضة السورية الذي سمعته وقرأته وتابعته وحللته منذ اليوم الأول هو خطاب تخويني للطرف الآخر. ربما أسأنا لبعض يعني، ولكن عندما خونت الطرف الآخر أعطيته الحجة، ربما كانت موجودة النوايا لديه بأن يبتعد عني ويختار الشيطان. هذه أسئلة أكرر ليست دفاعا عن أي طرف من الأطراف، ولكنها لطلب التوضيح ولكي نفقأ الدمامل التي تراكمت على جسد الثورة السورية من اليوم الأول. شكرا أستاذ سلام. شكرا جزيلا. دكتور عبد الرحمن. شكرا جزيلا. أستاذ معتز أو دكتور معتز، يعني قدم بحث ممتاز، بالرغم أنه ما شفت الورقة، ولكن ما سمعته كان رائع فعلا. لكن في بعض الملاحظات اكتفي بواحدة حتى ما أخذ وقت غيري، وهي أنه تحدث الدكتور معتز عن أنه في فترة معينة استطاع النظام ضبط المجال الديني من خلال الإمساك بالمؤسسات، والتعليم الديني بمر من خلال الأوقاف، وأيضا العمل الخيري بمر من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اللي هي بتحدد إمكانية التعاطي مع الحزب. أنا شخصيا لا أرى أنه في إمكانية فعلية، ليس إمكانية نظرية، فعلية. من جهة مشروع البي واي دي هو مشروع قومي، يعني مشروع مختلف عن مشروع الثورة السورية، لذلك موقفه من الثورة السورية مرتبط هو بمشروعه الخاص، عداء، تحالف إلى آخر ذلك. هذا أمر مفهوم. الأمر الثاني هو أنه في شكل من أشكال المطابقة بين الحزب والمصالح الكردية كاملة، بمعنى لما حصل خلينا هجوم على عفرين من قبل القوات التركية وبالتحالف مع الجيش الحر، نظر للموضوع على أنه احتلال تركي، وأنا سمعت منك طبعا نفس اللفظ. خلينا بس نحكي يعني بوجهة نظر أخرى، لأنه أيضا هذا الموضوع مو مرئي بنفس الطريقة اللي شوهد. يعني مثلا لما كانت القوات الروسية تطحن بقوى الجوية قوات الجيش الحر في ريف حلب الشمالي أو الغربي، وكان الجيش وكانت أقصد اللي بدي أقوله أنه هذا العمل والشعور اللي يتكون عند الأكراد السوريين نتيجة دخول قوات التركية هو موجود أيضا في المقابل لدى الأطراف الأخرى وبشكل سابق، وربما بشكل أعنف، لأنه حصل فيه تجريف سكاني وحصل فيها عمليات تهجير إلى آخر ذلك. فهو المشكلة هي أنه من جهة أولى في مشكلة موقفه من الثورة
لأنه عنده مشروع مختلف في حين الثورة هي مشروع وطني. هو محمد الحاج علي. طيب خلاص، يعني ممكن نستكمل النقاش على القهوة إن شاء الله. أستاذ رياض. بس لا، أنا مش رياض، أنا محمد الحاج علي. هذا عفوا، في تبديل، في انقلاب حصل هنا على البتاع. أستاذ محمد تفضل. نحن بثورة اسمها الثورة السورية، إما أن تكون مع الثورة وأما أن تكون ضد الثورة. أما أن تستغل ظروف الثورة لتأخذ مشروع انفصالي أو شبه انفصالي، فهذا موضوع نوع من آسف أحكي نوع من الانتهازية السياسية. هذه نقطة. النقطة الأخرى يا أخوتي، وأنا يعني نصحت الأخوة الأكراد كثيرا وبرجع هلأ بقول هذا الكلام، يا أخوتي لا تكونوا أوراق لعب للدول، لا تكونوا أوراق لعب للدول على الإطلاق، لأنه صدقوني ولا بفكروا فيكم الدول بفكروا بمصالحهم. يعني الأمريكان بدعموا الأكراد حاليا لسواد عيون الأكراد؟ لا، إلهم أهداف بالمنطقة بدهم إياها. نفس الشيء لما كان النظام السوري يدعم الأكراد حبا بالأكراد. طب مش ما كان هو اللي ظالم الأكراد في سوريا؟ كيف بيحب الأكراد في تركيا وبيكره الأكراد في سوريا؟ يعني هذه المسألة أخوتي، أنا أرجوكم وبرجع بقول لأخوتي الأكراد، ليس لكم حاليا في سوريا، أنا أتحدث ما لي علاقة في منطقة أخرى، ليس لديكم مقومات الانفصال ولا يمكن تنفيذ هذا الاتجاه. يعني كأخوة أكراد أتمنى عليكم هذه النقطة. لكن أنا أيضا إلي على الأخ بشير، يعني هل إذا مارست داعش العنف يعني مسموح للأخوة الأكراد يمارسوا العنف؟ هل إذا مارست النصرة هذا السلوك يعني يبرر للأخوة الأكراد هذا السلوك في الجانب الآخر؟ أنت قلت، أنا سمعتك وأنت عم تقول إنه والله هي فلان كذا استخدم العنف وكذا. اخوتي انت عم احكي كمشروع وطني، انا عم احكي نحن مدينا ايدينا ولا زلنا لحد الان بنمد ايدينا للاخوه الاكراد اللي بكامل فصائلهم بكامل قواهم، ولا يزالوا موجودين اعضاء معنا. شكرا محمد، شكرا جزيلا. موجودين اعضاء معنا في الائتلاف في كل خد عندك نوتس الأكراد والعنف أو الPYD والعنف، يعني نقطة كي ترد عليها. يعني طيب احنا خدنا أربعة كان هنغير خطة اللعب كده. طيب أستاذ جورج. حاضر ما فيش وقت والله يا شباب، يعني أنا أصعب شيء أن تدير جلسة في العالم العربي يعني. حاضر، احنا خدنا لغاية دلوقتي 10 أسئلة، ناخد كمان 4 ثم نختم مع ذلك. اعتبره حارس مرمى. طيب أستاذ جورج. شكرا. أستاذ جورج، ثم الأخ في الخلف، ثم الأخ هنا، ثم نختم بالأخ قدام. تفضل. بدي أشكر، لو سمحت دقيقة واحدة فقط لكل واحد لو سمحت. بدي أشكر الأخ هوسنك على المعلومات اللي وردت بإشارات للمحاضرة اللي بعد ما شفناها، لكن بهمني أعطي بعض التدقيقات لما ذكره الأخ هوسنك. المعارضة السورية ما بتنظر للقضية الكردية أبدا، لا من خلال الموقف التركي ولا من خلال الPYD. قبل الموقف التركي بزمن وقبل ما ينشأ حزب الPYD كان هناك علاقة منظمة مع الأحزاب الكردية. برجعك لتاريخ بدءا من سنة 2000 وقت بدأ الربيع العربي حتى 2005 كان هناك لجنة تنسيق مشتركة لكل النشاطات تعمل في قلب دمشق، والأحزاب الكردية كانت فيها مع المعارضة العربية. وعندما ب2004 النظام أجرم من خلال انتفاضة القامشلي، كانت المعارضة السورية موجودة في القامشلي بين الأحزاب الكردية. وبذكرك أكثر ب2005 عندما ولد إعلان دمشق، وهو أول تحالف سياسي بين الأحزاب الكردية والأحزاب العربية في سوريا، كان 7 أحزاب كردية في هذا التحالف. طبعا لم يكن الPYD. هذا الموضوع كان سابق للموقف التركي ولنشوء الPYD مشان التدقيق وما نظلم لا الكرد ولا العرب أو السوريين عموما. النقطة الثانية صديقي، هل يكفي والأخيرة لو سمحت هل يكفي أن ينظر الحزب لنفسه أنه معارض ليكون معارض؟ لا، بدنا نحترم عقولنا قليلا. عندما علي مملوك بيروح بيزور القامشلي وبيجتمع بقيادة الحزب مرات
وبيكون بين حواجز البي دي وحواجز النظام بمدينة القامشلي بيتبادلوا السجاير والشاي، لا، بدنا نحكي عن شيء آخر. الشغلة الأخيرة اللي بدي لك إياها، البي دي أخذ أكثر من فرصته، كان جزء من المعارضة في هيئة التنسيق، واشترك ب 2012 بمؤتمر القاهرة، وعندما ب 2015 نشأ مؤتمر رياض واحد كان في عداد هيئة التنسيق. وخلف داود عضو بالبي دي كان عضو بالوفد المفاوض وبهيئة المفاوضات، أخذ هذه الفرصة وكان فيها، لكن للأسف حتى لم يستطع أن يبقى مع حلفائه في هيئة التنسيق بسبب الموقف من النظام. شكرا أستاذ جورج. الأستاذ في الخلف، بريت باختصار شديد لو سمحت. طيب شكرا. أنا أسامة أبو زيد، عضو وفد مفاوض سابقا ومتحدث باسم وفد الفصائل. حقيقة أنا بس بدي أشكر الأستاذ معتز والسيدة لورا على ما قدموا. في جملة نقاط من تجارب عملية. أنا فاوضت البيدي في عام 2015 في تركيا. كان لنا 3 طلبات كجيش حر، كانت الطلبات 3 من وفد البيدي. أولا العلاقة مع النظام. انت ايش علاقتك مع النظام؟ لا يكفي انت يعني، واحنا بالوقت اللي كنا عم نقعد في جولة مفاوضات كان الحلقي رئيس وزراء النظام بيزور منطقة الحسكة. النقطة الثانية هي العلاقة مع تركيا. لا يمكن انه انا دولة اجاورها ب 900 كيلومتر انه اكون حليف لطرف يقول انه هو جزء من مشروع تغيير الحكم في تركيا او سلخ جزء من تركيا. النقطة الثالثة وهي الأهم، القرى ال14 المحتلة من قبل بيدي بدعم جوي روسي والتي جاء على ذكرها الدكتور عبد الرحمن الحاج. ما أريد أن أقوله أيضا، ما بس نحن لازم نطلب من المعارضة السورية أن لا تنظر إلى البيدي من الزاوية التركية أو الملف الكردي من الزاوية التركية، أيضا في كتار لازم نطالبهم أنه ما ينظروا للقضية السورية وعلاقة المعارضة مع البيدي من الزاوية التركية. يعني القول بأن ما جرى في عفرين احتلال، أنا ربما من أول من صرح بأني لست سعيد بعملية عفرين ولا أعتبرها أولوية، لكن أنا اليوم بشوف أنه الحماس لعملية عفرين وشيطنة المعارضة السورية هو بسبب العدائية لتركيا. أيضا بشوف بأنه إغفال 14 قرية احتلوا وحرقوا بالطيران الروسي وقدموا لبيدي، أيضا هذا غفل عنه بسبب الموقف من أردوغان. الأمر الأخير اللي رح أختم فيه اللي هو أنه الخطأ الشائع والكبير هو أنه اعتبار بيدي أنه هو حليف للغرب. القول بأنه ماكرون استقبل قسد لأنه هن ناجحين بالسياسة هذا مش صحيح. ماكرون عنده مشكلة مع أردوغان ولذلك استقبل هاي الناس. أولاند نائبه ورئيس أركانه استقبلوا خالد خوجة ب 2015 كرئيس للمعارضة السورية. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. فما بعتقد أنه شكرا جزيلا أستاذ أسامة. الأستاذ تفضل باختصار لو سمحت. تمام. أحمد أبو زيد. أنا أريد أن أشكر الدكتورة لورا أولا على ما قدمته. هو فعلا مساحة العمل الإنساني والخيري هي ساحة صراع ودائما يتم إغفالها، رغم أنه هي يتدفق فيها المئات من الملايين ولها علاقة بكل مساحات الصراع الأخرى. كان هناك نشاط كبير للنظام سواء من خلال جمعية البستان أو من خلال منظومة جمعيات مرتبطة بأسماء سوريا. طبعا أنا بالبداية من خلال تدخلات الأخوة يبدو أنه يعني في غموض وفي عدم وضوح للمسألة الكردية في سوريا. بالأول لازم نعرف أنه البي واي دي لا يمثل بأي حال من الأحوال المكون الكردي في سوريا. الشارع السياسي والحزب الكردي في سوريا هو مختلف تماما عن الشارع الاجتماعي الواسع الطيف الكردي في سوريا. وللكرد في سوريا كمكون مواقف أصيلة وطنية يعني لم يصل إليها العرب السوريين في سوريا من أيام الاحتلال العثماني ثم الفرنسي وإلى آخره. نحن نتحدث عن البي واي دي، لكن ننسى أن البي واي دي لديه مشروع، ومشروع قام عبر أدوات رسخت هذا المشروع. هذه حقيقة. أنا من منطقة من الحسكة ومن عمودة بالأصل، وطبعا يعني أنتمي إلى سوريا، لكن بالبداية والنهاية لولا القوات ما يعرف قوات حماية الشعب وقوات قسد الآن لكانت الحسكة تحت داعش أو جبهة النصرة أو إلى آخره. لديهم مشروع بغض النظر نتفق معها أم لا نتفق معها، هذا المشروع يعني أقاموا عليه، ولم يكن ينجح هذا المشروع لولا التردد التركي
في دعم الأحزاب الكردية الوطنية أو ذات التوجه الوطني والمجموعات والتنسيقيات الشبابية الكردية التي ظهرت أول الثورة. الأتراك لم يكونوا مهتمين بدعم هؤلاء السوريين الكرد، واستقبلوا صالح مسلم لفترة متأخرة من الثورة وكانوا يتفاوضوا معه، وأنا أعرف يعني كثير من التفاصيل في هذا المجال. شكرا ولم يكن ينجحوا لولا أيضا الخفة السياسية للمعارضة السورية التي لا نتحدث واضحة النقطة. شكرا يعني كان عندي نقطة بس أخيرة لو سمحتك. يعني الآن البي واي دي متحالف مع العرب والسريان والشركس والشيشان في الجزيرة، لماذا لا نتحدث عنهم؟ هل هؤلاء أيضا يعني انفصاليين أو خونة؟ بغض النظر الأخ سلام، يعني المرتزقة الذي تتحدث عنهم هم ليسوا مكون أصيل من مكونات الثورة، ولا يمت بأي حال من الأحوال. المعارضة جسم منفصل وغير ملتصق ولا تمثل الثورة، والثورة مكون أصيل يعني لا يمثلها أحد. أنا هذا باعتقادي. شكرا جزيلا. أعتقد كنت تقصد المعارضة شكرا وليس جزيلا الثورة. أستاذ الفاضل. نعطي الآن المنصة الكلام، وأقترح أنه الأستاذ هوشنيك يعني يأخذ بس فقط يعني نقطتين أو ثلاثة يعني بالكثير، ثم يعلق عليهما بشكل عام، ثم الأسئلة الأخرى على الشيء إن شاء الله تتناقش مع بقية الزملاء. فقط 3 دقائق فقط لو سمحت. شكرا كثير للأسئلة. يعني أنا ما بشوف حالي مختلف كثير عن الأفكار أو الأسئلة اللي طرحت، بس تعقيبات سريعة. الحزب قراره مستقل؟ لا، مش مستقل، وهذا موضوع الدراسة. أنا ما قلت أنه قراره مستقل في وقت أنه المعارضة السورية كمان قرارها مش مستقل. هذا أولا. يعني أنت ما فيك تحكي عن تيار عن استقلالية قراره إذا ما أنت قرارك يكون مستقل 100%. الجانب العسكري مسيطر على قرارات حزب الاتحاد الديمقراطي، نعم، لأنه هو مشتق من حزب عسكري قتالي، هو حزب عمال كرساني. أيضا في الساحة السورية الفصائل العسكرية لم تكن تلتزم بقرارات التيارات والجهات السياسية، ما ينطبق على هذا ينطبق على ذاك. تعقيب يعني موضوع انه الاكراد العراقيين خسروا فيما يتعلق، لا، يعني لم يخسروا، يعني بقوا في المكان الذي هم عليه. كان مشروع انه الانفصال، ولا تموا محافظين على الفيدراليه وما يتمتعون فيه، لم يخسروا. في حال قررت الإدارة الأمريكية انسحاب، شو خيارات أو قرارات هذا الحزب؟ هذا السؤال يطرح على الحزب، لا يطرح عليه. أنا هنا لا أمثل الحزب، أنا هنا مخون ومن قبل الحزب ومهدد بالقتل أيضا، يعني لأنه كنت معه وأختلف معه واختلفت معه مشان الثورة، يعني تأييده موقفه من النظام السوري، وهذا هو معروف للقاصي والداني. المجلس الوطني السؤال مهم، يعني موضوع المشاريع الانفصالية ومدى مصداقية. نعم، يعني قضية الانفصالية أو فوبيا الانفصالية، الفيدرالية الانفصالية، الحكم الذاتي الانفصالية، الإدارة الذاتية الانفصالية، كل شيء هيك نحطه في خانة ميزان الانفصالية أو ما يمهد للانفصالية. هذا كلام يعني شوي نوعا ما بحاجة إلى نقاش. المجلس الوطني الكردي تشديده على المشاريع القومية أكثر من البي واي دي، هذا مضبوط. إذا عدنا إلى وثائق التكوينين السياسيين، حزب الاتحاد الديمقراطي يطرح مشاريع جد معتقلة، وبل يشيطن المشاريع الوطنية القومية. بشكل سريع يعني فشل المعارضة السورية، نعم، يعني فشل المعارضة السورية هو فشل عام وجزء من المآلات وسبب نقاشنا اليوم. وأسباب، لأنه المعارضة السورية فشلت داخليا فيما بين ما وصلت إلى حلول ناجعة وتواصل ناجع، بدها تتوصل خليها تنجح على الصعيد الداخلي، على قرار موحد، على شيء مشترك، بعدين تروح تتفاوض مع جهات أخرى. لكن لأنه موضوع الندوة هو حزب الاتحاد الديمقراطي، هذه وجهة نظري، مش دفاعا عن الحزب أو كذا. يعني نقطة أخيرة. نعم، يعني الموقف من الثورة السورية هو أساس ومعيار بالنسبة لي أخلاقي. يعني على الصعيد الأخلاقي أنا لا يمكن أن أضع يدي في يد هذا الحزب على الصعيد الأخلاقي والثقافي. لكن النقاش سياسي شيء، أنت تتفاوض مع النظام، فبالتالي طبيعي أنت بتتفاوض مع الروس، مع الإيرانيين، مع تكوينات حليفة مع النظام، مجبر. يعني أنت ما رح ترمي كل هالقاعدة اللي مستند عليها هذا الحزب في البحر، ما بدك تدفعون المحارق. من جهة ثانية، يعني إذا أنت ما عندك القناعة أو فقدت القناعة لوجود
أي حل أو أي تواصل مع هذا التكوين. هاي الفكرة كانت موجودة في بدايات الثورة، أنه لا تفاوض مع النظام، بعدين تفاوضنا مع النظام، لا تنازل مع النظام وبعدين تنازلنا للنظام بشكل من الأشكال. هلا المفهوم الاحتلال إذا بتدخل على الجوجل أو أي قاموس للمراجع أو اصطلاح التعريفات المفاهيم السياسية، شو هو الاحتلال؟ شو تعريف الاحتلال؟ كل جهة، كل قوة احتلت بلد، دولة أخرى أو قطعة من الأرض أخرى، الأتراك لهم مبرراتهم في احتلال شمال قبرص. يعني التعريف الطبيعي والمفاهيمي وحتى المدرسي بيقول عن الوجود التركي في عفرين احتلال. أما لكن والمبررات هذا مش شيطني للمعارضة، هذا واقع حال، هذا واقع حال مكرس إداريا وعسكريا. شو بسمي؟ طيب مش احتلال، الأعلام التركية والتسميات التركية للمدارس، هذا شو اسمه؟ شو فيني بأي سياق وطني فيني برره؟ يعني رفع كنا في نقاش لأنه الإيرانيين لم يرفعوا راية طائفي، بس ما رفع، الروس لم يرفعوا، الأتراك مهووسين برفع الأعلام، خزقوا عيوننا بأعلام في سوريا، هاي لازم نشوفها. طيب شكرا أستاذ هوشنك، يعني نستكمل النقاش بعدين، يعني معلش ما فيش وقت. يعني شكرا جزيلا على هذه الإجابات المثيرة للأسئلة أيضا. يعني الدكتورة لورا. أنا بعطي